بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصدقائي ومشاهدين ومتابعين الأفاضل، حلقة اليوم أنا هتكلم عن البشت. والبشت بيقولوا عليه إنه رداء أو ملبس عربي، فأنا آسف معلش، لأن أنا هضيف لكم معلومة وهضيع على الكثير منكم أو مما يعتقدون إن البشت ملبس عربي او رداء عربي، لان ده اصلا عباية مصرية الاصل من مصر القديمة. وكانت هذه البشت او الرداء او العباية المصرية القديمة يرتديها رجال الدين في مصر قبل الميلاد بسنوات وسنوات عديدة. والدليل على هذا ان هذه العباية التي ترونها هي محفوظة بمتحف كوبنهاجن في الدنمارك الى الان، والى الان بيرتديها المصريين في صعيد مصر بنفس الشكل وايضا بنفس التطريز القديم. ولعلم حضراتكم، المقوقس عظيم مصر وحاكمها حينذاك اهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحدة من هذه، وكان يطلق عليها اسم قباطي نسبة إلى قبط أهل مصر. وكلمة قبط يعني مصر، وقبطي يعني مصري. وفي أحاديث صحيحة إن القبط هم أهل مصر، ويوجد منها الخفيف والسميك. وكان القماش يطلق عليه اسم قباطي نسبة إلى قط مصر أو قماش مصري، وهو خفيف. والخفيف منه كان يتم كسوة الكعبة المشرفة بها أيام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما وأرضاهم وأرضانا. وهذه معلومة حبيت أتشارك مع سيادتكم فيها، ولعلنا نكون أوجزنا بها. وإلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد محرم.